يعني عايزة أقول حاجة قبل ظهور نتائج الثانوية العامة ودخول الجامعات. يا ريت نغير بقى موضوع دخول الجامعات لغير المصريين ب70% يخش كليات الطب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في النتائج اللي هي نتائج الكليات، كليات الطب وكليات طب الأسنان. لقينا إن في سودانيين، أو نسبة الرسوب في الكليات دي 65% في بعض الكليات. يعني حرام إن هم حجزوا أماكن بتاعة طلبة مصريين ليهم حق، سواء مصريين داخل جمهورية مصر العربية أو بالخارج، لأن هم ليهم أولوية ببلدهم، ليهم أحقية ببلدهم. فما يكونش النتيجة إن هم يحجزوا أماكن ويرسبوا 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 عشان خاطر يفضلوا قاعدين. ولا طبعا هو اتقال ان هو اصلا العلم ده اكتر من مستواهم، او الدراسه في هذه الكليات اكبر من مستواهم التعليمي. فيا ريت بقى ما نضيعش فرص الطلبه اللي هي تقدر تدخل الكليات دي وتقدر تفيد البلد وتفيد المجتمع. مش كده ولا ايه؟ يا ريت نلحق بقى قبل لما او نغير نظام بقى القبول في الكليات من دلوقتي، ويكون في تعليمات جديده بقى.